بص، الصيام بدأ فمش عايزين استعباط من أولها. مبدئيا كده هتمنع كل الأكل الفطاري والأكل الصيامي اللي شبه الأكل الفطاري. كل أنواع الفراخ واللحوم والألبان الصيامي هتمنعها. تيجي تسألني دلوقتي تقولي هو في لبن صيامي؟ في لبن صيامي، اللي هو لبن جوز الهند أو لبن اللوز أو معنى أصح ألمون ميلك أو كوكونات ميلك. طبعا النوعين دول من الألبان وغيرها بيستهلكوها الناس اللي عندهم حساسية من اللبن الحيواني أو اللبن البقري بسبب اللاكتوز وشوية حاجات تاني. لكن لو انت بدأت في الصيام وهتبدأ تشرب اللبن ده علشان خاطر هو صيامي، عشان تظبط كوباية النسكافيه بتاعتك او كوباية القهوة تعملها فرنساوي بتاعتك، فانت كده بتستعبط وما يعتبرش صيام، وكده كده طعمه اصلا مش هيعجبك. اما بقى عن اللحوم والفراخ فانا قصدي بانيه، ستريبس، كريسبي، زنجر، برجر، كفتة، هوت دوج، وعلى رأسهم الموتزاريلا الصيامي. كل ده ممنوع ممنوع ممنوع. عشان انت لو اعتمدت الاكل ده في الصيام بتاعك واعتبرته كحاجات اساسيه، فانت كده يعتبر لا انت صايم ولا تعرف حاجه عن الصيام، والشيطان ضحك عليك. لان مبدئيا مفيش حاجه اسمها انك تاكل بيتزا كريسبي عليها موتزاريلا صيامي. ده انت فيستك ولا انت بتقنع نفسك بالهبل؟ لا، عشان انا لو جبت لك بيتزا كريسبي صيامي عليها موتزاريلا صيامي وجنبها بيتزا كريسبي بالموتزاريلا العاديه الفطاري، انت مش هتعرف تطلع الفرق بينهم من الشكل. انت متخيل؟ فبالتالي هما الاتنين يعتبروا فطاري. الصيام الحقيقي هو الفول والطعمية والعدس والفاصوليا والبقوليات عامة، وان انت تمشي تعرق زيت، الكوليسترول عندك يرفع للسماء. اهم حاجة بقى من كل ده انك تصوم بقلبك قبل لسانك. ما تخليش الشيطان انه يضحك عليك ويحلل لك الحاجة الوحشة ويحسسك ان هي حلوة وعادية، علشان دي اصلا خطية كبيرة. ولو محتاج اي استفسار ابعت لي رسالة او تعالى اشرب قهوة.